يلا عطنا قصة يا مال الجنة. هذه القصة، هذا الكتاب اسمه التوفيقات الإلهامية. جميل. هذا الكتاب بإهداء المؤلف، شوف أنا فرحان به ما شاء الله. هذا الكتاب يؤرخ من بداية 1 للهجرة إلى سنة 1500. ويذكر كل شهر يدخله ويخرجه، يعني رمضان يبدأ يوم الخميس هذه السنة وعيدنا يوم السبت عجيب. مثلا، وهكذا كل السنوات يذكر الأحداث اللي صارت فيها. ودخل محمد علي الدرعية، مو محمد علي، إبراهيم باشا الدرعية، وهدمها وأخذ الإمام عبد الله معه وكذا. فيؤرخ كل الأحداث اللي تصير إلى سنة وفاة سنة 1000 أو تأليف الكتاب 1311 في بولاق. هذا الكتاب شريته ب2500 ريال. كان أول عندي بالمكتبة أبيعه ب500 600، كان ارتفع ل2500 و3000 و4000. وشلون؟ جاء واحد وغرد قال كان عند جدي هذا الكتاب ويقول لكم ان العيد ان رمضان يوم كذا والعيد يوم كذا، وطلع صحيح. سبحان الله. فانا عندي نسختي، كان عندي نسختي غير هذه. فغردت عنه وتكلمت عنه وضربت مثال في السنة اللي حنا فيها. فجاني واحد بالتلفون قال الكتاب مطلوب. قلت هذه نسختي. قال مطلوب وبكم؟ قلت يعني ابى اتشقق مره. قلت ب2500 ريال. قلت قال خلاص ابى اجي اخذه. ما شاء الله. وخذ نسختي وقعدت بدون نسخه. فقعدت ابحث عن الكتاب، بدا يرتفع. لما بحثت بمكتبتي ذاك الوقت لقيت نسختين كنت مسعرهن ب700 المكتبه التجاريه. حطيتهن ب1000 لانه مطلوب يسالوني عنه. بعدين ب1005، بعدين دورته ما لقيته، شريته ب2000، بعته ب2500. الان يبقى عادية ب2500. هذه النسخة بإهداء المؤلف غالية لأن المؤلف، وكذلك النظافة والتجليد، وفيها ميزة خشب. هذا جلد خشب. ما عندنا خشب حنا، يعني عندنا ورق، لكن هذا جلد خشب. يعني هذه ميزة وندرة. كم ممكن يصل سعره؟ ممكن يعني تبيعه، يجي أحد أنا ما نبايع بس ممكن يقول لي ب4000 أبيعيه. لا أنا شاري ب2500. ما شاء الله. وأضرب مثال على هذه السنة 1444 دخل الخميس والعيد ظني يوم السبت، يوم العيد يوم السبت ونبي نشوف وبطلع. يلا مثلا هذه سنة 1444 يقول رمضان يوم الخميس. سبحان الله. 2 أو 23 مارس. والعيد يوم السبت 22 أبريل. ويعطيك الكسوف والخسوف. طبعا هذا معروف، ترى بعض الناس ما يفهم النقطة دي، يحسب الخسوف ومعرفة هذه انها جديدة يعني بالعلم الحديث. هذا معروف، شيخ الإسلام له فتوى بالموضوع، وهذا ومعروف تقديره يعني التقدير الزمن وانه بيحصل خسوف او كسوف، لكن هذا لا يتعارض مع الاحاديث اللي وارده والاشياء اللي ثابته. جميل. فنبي نشوف ان شاء الله عيدنا هو يوافق هذا الكتاب يوم السبت ولا لا. هذا شبه الكتاب وشلون ارتفع سعره بسبب